السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. جايلكم فيديو جديد، وقبل ما نبدأ الفيديو هنصلي على الرسول ونسمي الله عليه افضل الصلاة والسلام. حبيبي يا رسول الله، الدقة بتاعت السمك المقلي الجميلة. بص، احنا هنعمل بقى صينية بقى السمك. انا هنا يا بنات ببدأ بحشو السمك الاول قبل ما اعمل اي شيء، علشان خاطر السمكة تشرب كده من التتبيلة كده، وتبقى طعمها كده كلها كده إيه متبلة كلها كده. فانا فتحت، بحب ان انا افتح السمكه كده في الفتحات اللي انتوا شايفينها دي، عشان بدخل الدقه في قلبها، بتبقى جميله جدا يا بنات. وبقعدها كده ساعه او ساعه ونص في التلاجة لحد ما خلاص بقى يجي الدور عليها. يعني بعمل الصلصه الاول علشان احنا هنعمل صينيه سمك بقى تستاهل بقكم. لوز اللوز اللوز. ولو اول مره تشوفيني متنسينيش بالاشتراك واللايك والشير عشان يوصلك من كل ما هو جديد. وطبعا المقادير هسيبها لكم في صندوق الوصف. كل سنه وانتم طيبين يا احلى اخوات في الدنيا. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده بعمل الكميه كلها، وبغرز كده الدق كده في الفتحات بتاعه السمك، عشان خاطر زي ما قلت لكم التتبيله، السمكه تشرب من التتبيله كلها كده، وتبقى طعمها جميل كده. بسم الله ما شاء الله، كان ريحتها فظيعه وكانت تحفه 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 تحفه. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. ومتنسوش تصلوا على رسول مصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. حبيبي يا رسول الله. وزي ما قلت لكم اذكار الصباح المساء والصباح ده شيء ضروري يا بنات، شيء ضروري 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 ان احنا نقرأه صبح وليل كده، نحصن نفسنا ومن اي شر. اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يبعد عنكم الشر وعني يا رب العالمين. فخلاص الكميه كده بخلصها اهوت. وبقى عندي بقى طماطم في الفريزر، انا طلعت كيسين حطيتهم بقى بسيحهم على النار، وبحط بقى التوابل بتاعتهم. هتشوفوا الوقت معايا هنا خلاص كده، ده اخر سمكتين معايا هما. فانا حبيت ان انا هو اصلا الفيديو مش طويل ولا حاجه، يعني الفيديو 5 دقايق، 5 دقايق 57 دقيقة، يعني ما هوش طويل ولا حاجة. فانا حبيت ان انا احشي كل السمك معاكم، انتوا مش هتزهقوا مني ولا حاجة، متقلقوش. فهنا بقى مش هزهقكم مني، الفيديو مش طويل والله. فانتوا بس شاهدوا بضمير كده وباخلاص وبنية صافية، والكومنت الحلو بتاعكم واللايك الجميل، واشكركم لحد كده. اشكركم كمان. وشاهدوا الاعلانات، لا يعني بعد اذنكم تشاهدوا الاعلانات، ربنا يكبر بخاطركم. هنا بقى قطعت بطاطستين كده، وكان عندي كام فلفلايه كده برضو قطعتهم. ولو يا سلام لو كان عندي برضو فلفل الوان كده هيبقى احسن واحسن. فانت لو عندك فلفل الوان حطيه. فانا لقيت بقى الفلفل اللي عندي الرومي الاخضر ده، فقطعته تقطيع زي ما انتم شايفين كده، ورصيت السمك عليه كده بالشكل ده بعد ساعه كده او ساعه ونص. فالمهم اللهم صل وبارك على الحبيب، رصيته. فاضل سمكتين، فانا كان نفسي في المقلي بصراحه، فانا قمت قليتهم. شفتوا بقى الحركه دي بقى اللي هي الطبق وقع كده، اتزفلط مني كده. هو بص، طول ما انا في المطبخ كل حاجه بتقع كده، تلاقي كل حاجه كده بتترزع مني كده. فالمهم خلاص كده، الصينيه دي اكبر صينيه عندي، فانا حطيت فيها بما فيه الكفايه، اللهم بارك. وسبت سمكتين، قلت مش مشكله اقليهم، انا نفسي في السمك المقلي. تمام يا بنات. انا هنا السكينه كانت حاميه وشاريها جديده، وانتوا عارفين السكينه لما بتبقى جديده بتقطع في الايدين وكده، فانا ايدي اتعورت، فانا قمت هلفها بمنديل الوقت. هنا بقى الصلصه خلاص سيحت، ضفت لها الملح والكمون والكزبره، واللهم بارك. هو ده اللي انا حطيته. فلفل اسود حلوين كده خلاص، فلفل اسود، كمون، كزبره ناشفه، ملح. خلاص يا بنات. ده برضو التوابل دي جميله جدا في الصلصه. خلاص كده بقلب بقى كده، بقول لكم شفتوا ايدي ما كنتش متحمله ان انا اي توابل تخش في الملح بيخش فيها او ليمون او خل، جنونه بتطير كده. وان شاء الله تتبيله السمك هسيبها لكم في صندوق الوصف. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. حبيبي رسول الله. انا كده خلاص بدات ان انا جبت السمك اهوت، وهنزل بالصلصه بتاعتي وهدخلها الفرن، واسيبها بقى، اسيب الفرن بقى شغال عليها لحد ما السمك يستوي بتاعنا. وبعدين اقوم بقى افتح الشوايه عليه. خلاص كنت عملت رز ابيض وهعمل السلطه
تمام. بس انا عايزه اقول له ايه عايزاكم تقولوا لي رايكم في الكومنتات، ايه رايكم في الفيديو، عجبكم ولا ما عجبكوش؟ تمام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. فارجو اللايك يا بنات علشان خاطر يرفع لي الفيديو كده والناس كلها تستفاد من الفيديو. انا على فكرة بعمل السمك بطريقة تانية خالص. انا فانا عملته بالطريقة دي قدامكم علشان برضو اللي يعجبكم اعتمدوا فيه عادي، انما الطريقة الاولانية هي اللي انا بحبها، اللي هي طريقة الاجداد، اللي هي بتاعت تيتا وماما. اللي هي ان انا بقلي السمك وبعدين اقوم احطه في الصينيه وبعدين انزل عليه بالصلصه. هو ده الطريقه اللي انا بحبها وبحب اعملها. مع السلامه، باي باي.